Hallo meine lieben Freunde. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. استخدامات في اللغة الألمانية. النهاردة هنتكلم عن درس جديد وهو استخدامات في اللغة الألمانية. ولكن الأول احنا لازم نعرف بتيجي ازاي في الجملة وازاي نستخدمها. من حروف الجر في اللغة الألمانية وبتستخدم بشكل شائع جدا وبتيجي في العديد من الجمل أو حتى الأفعال، وهي لا غنى عنها ذلك لأن هي سهلة وبتكون العديد من المعاني الجديدة. هناخد بعض الأمثلة البايشبيلن على استخدامات إن هي بتدي أكتر من معنى في أكتر من موضع. أول بايشبيل für einen Tag لمدة يوم. Ich mache das für dich. أفعل هذا لأجلك. Er studiert für 4 Monaten. هو يدرس لمدة 4 شهور. ناخد شرح كل مثال على حدة، ولما نبص للأمثلة اللي فوق دي هنجد إن حرف الجر أو البريبوزيسيون für بيدي معاني مختلفة في كل جملة. ففي أول جملة يعني لمدة، زي ما جه في المثال الأول für einen Tag، وجي بعده حالة الأكوزاتيف. من الملاحظ هنا إن حرف الجر für يبنى دائما في حالة المفعول به أو الأكوزاتيف، ولكن في المثال الثاني جه كحرف جر بمعنى لأجل، مثل for في اللغة الإنجليزية. واللي جه في المثال الثالث زي المثال الأول لتحديد مدة. في الأمثلة اللي معانا دلوقتي es ist nur für eine Woche، إنه فقط لأسبوع. والمثال اللي بعده wir reisen für einen Monat، هنسافر لمدة شهر. وفي الأمثلة دي برضو بنطبق حالة المفعول به أو الأكوزاتيف اللي بيجي معاها حرف الجر für. فعلى سبيل المثال كلنا عارفين إن حالة المذكر أو الماسكولين هي الوحيدة اللي بتتغير في حالة المفعول به. هنلاحظ في المثال الأول ich studiere für 4 Monaten بنستخدم حرف الجر بمعنى مدة، ولكن بتتغير أداة النكرة بعد حرف الجر طبقا لأداة الاسم، فبقت في المثال الثاني منهية بالحرف A لأنها مؤنث، وفي المثال الثالث انتهت بالحرف an لأنها مذكر. ناخد بعض الأمثلة التانية. Für wie lange machst du Ausbildung؟ منذ متى وانت بتتدرب، أو كم المدة اللي انت بتاخدها في التدريب. البايشبيل التاني nur für eine Woche bleibe ich in Bonn. هقعد في بون لمدة أسبوع فقط. المثال الثالث wie lange brauchen Sie für die Reparatur؟ كم المدة التي تحتاجها للتصليح. في الأمثلة دي حرف الجر für بيجي بمعاني مختلفة في مواقف مختلفة. فعلى سبيل المثال في المثال الأول مثلا لو أنا عايز أسأل بحرف الجر für أضعه في المقدمة ويجي السؤال في الحالة بمعنى كم المدة. وفي المثال الثاني لما عايز أقول لمدة فقط nur für ثم يأتي بعدها المدة اللي أنا عايز أذكرها. وثالث حاجة لما بستخدمها بمعنى لأجل، أقول مثلا ich danke dir für deine Hilfe، أي أشكرك لمساعدتك. هنا استخدمت حرف الجر بمعنى لأجل. كده احنا خلصنا درس النهاردة، ولو عجبك الدرس ولسه ما اشتركتش معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. تشوس.